السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة. في البداية قبل الفيديو كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة سعيدة عليكم ان شاء الله وعلى حبايبكم وكل اهلكم ان شاء الله. الفيديو بتاع النهاردة عايزين نتكلم فيه عن اسباب تراجع النادي الاهلي واسباب المشاكل الكتير اللي بقينا نسمع عنها في النادي الاهلي اليومين دول. وفي اخر الفيديو في جزء كده مخصص هنتكلم فيه عن كابتن محمد الشناوي وكابتن النادي الاهلي. وطبعا قبل الفيديو عايز افكركم ما تنسوش اخواتكم، ادعوا لهم. اللهم انصرهم، اللهم قويهم، يا رب نعيش ونشوفهم منتصرين ان شاء الله. يلا نبتدي. معلش الفيديو النهارده يبقى طويل شويه، فقهوتك ميتك ويلا تعالى معايا. اي حد مستنيني اتكلم في الفيديو ده النهارده واقول له او انتقد مجلس اداره النادي الاهلي ما يكملش معايا الفيديو. اللي عايزني انتقد مارسيل كولر واقول ان هو السبب في تراجع مستوى النادي الاهلي برضه ما يكملش معايا الفيديو. السبب الرئيسي واكبر سبب في تراجع مستوى الاهلي هي اللعيبه. اللعيبه، وهقول لكم ليه. ومعانا مع بعض واحده واحده. اللي شايف ان الكلام ده غلط يكتب لي في الكومنتات ونتناقش وارد عليكم واحد واحد، مفيش مشكله. طيب، في البدايه كده لو اتكلمنا عن مجلس اداره النادي الاهلي علشان نكون منصفين يا جماعه، اللعيبه اللي مجلس الاداره جابها والتعاقدات اللي جابها اعلى كواليتي ممكن تيجي مصر. خلينا منصفين. هات لي نادي المحترفين بتوعه دوليين كلهم. يعني انت عندك اشرف داري راجل محترف ودولي، عندك علي معلول راجل دولي، عندك يحيى عطية الله راجل دولي، عندك وسام ابو علي راجل دولي، عندك بيرسي تاو راجل دولي، عندك وسام ابو علي. قلنا وسام ابو علي. رضا سليم برضه لعيب كان مكسر الدنيا في المغرب. اليو ديانج قبل ما يمشي لعيب دولي. اللعيبه اللي جابهم اعلى كواليتي لعيبه، اللعيبه المحليين اعلى كواليتي لعيبه في مصر. مروان عطيه، امام عاشور، عمر كمال عبد الواحد. فيعني هو مفيش اكتر من كده ممكن يجي النادي الاهلي. يعني الكواليتي مفيش اعلى من كده، لان انت داخل بليفل. انت مش بتلعب في دوري ابطال اوروبا، انت بتلعب في دوري مصري وبتلعب في بطوله افريقيا وبتصعد كاس العالم للانديه. فاكتر من كده يعني انا مش شايف ان الاهلي ممكن يجيب لعيبه اعلى من كده كواليتي. ده بالنسبه لمجلس الاداره. وفر لهم الدعم، مستحقات في ميعادها، مفيش فلوس بتتاخر، بيحل لهم كل المشاكل، قافل على الفرقه. فكمجلس اداره مش مطلوب منه اكتر من كده. اما بالنسبه بقى للمدرب جدي مارسيل، فطبعا الراجل ده يعني يا جماعه الراجل واخد 11 بطوله مع النادي الاهلي. الراجل في سنتين واخد 10 او 11 بطوله مع النادي الاهلي. طور مستوى لعيبه كتير. هو نفس المدرب، وهو اللي واخد بطولة أفريقيا، وهو اللي واخد الدوري، وهو اللي واخد السوبر، وهو واخد الكاس مصر، وهو اللي واخد برونزية كاس العالم مرتين، وعامل ماتشات كبيرة. الراجل ده هو اللي كان كسبان الدوري السنة اللي فاتت، ومدي كل الفرق أربعات وخمسات أربعات وخمسات. أكبر نتيجة كان بيحققها الأربعة دي. أكبر نتيجة مارسيل كولر عملها مع النادي الأهلي كانت الأربعة، اتكررت زيادة عن 20 مرة. فأنا مش شايف إن هو مؤثر في أي حاجة برضه يعني. التقصير الكبير بقى هو من اللعيبة. طيب، هنتكلم عن اللعيبة وعن لعيبة النادي الأهلي. معلش، هو كابتن حسين الشحات، انت تفتكر له اخر ماتش لعبه كويس امتى؟ ايه علاقة المدرب بحسين الشحات؟ هيعمل له ايه حسين الشحات؟ يعني لما المدرب ينزل لعيب مثلا بقاله كتير ما بيلعبش وبيشتكي وعايز ينزل التشكيل، انا كلاعب انا لو مكان اللعيب ده ونزلت، انا هاكل النجيلة عشان اثبت نفسي واوري له نفسي، هاكل النجيلة. لكن انا انزل والعب من غير نفس و... ومش واخد بالي، مش بنام كويس، مش بتدرب كويس، مش باكل كويس. طب انا ايه؟ انا إيه؟ انت بتلعب في النادي الاهلي، انت عارف انت فين بالظبط، انت بتلعب في النادي الاهلي.
التيشيرت، انت قد مسؤوليه التيشيرت الاحمر؟ انت قد ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي؟ فاللعيبه كلها مقصره، اللعيبه كلها مقصره. ومعلش اي حد يقول لي نفسيه اللعيبه او يقول لي اللعيبه دي كانت بتضحي عشان خاطر النادي الاهلي، معلش يا حبيبي، انت هو ما حدش بيضحي. اللعيبه دي بتاخد ملايين، انت فاهم؟ احنا اللي دمنا بيتحرق، واحنا اللي بنجري وراهم، واحنا اللي بندفع فلوس من جيبنا عشان نتفرج على الماتشات، واحنا اللي بنشتري المنتجات، واحنا اللي بنشتري التيشيرتات، واحنا اللي بنديهم مرتبات. اللعيبه دي بتاخد ملايين. معلش يعني ما حدش يقول لي ده بيضحي. بتضحي ايه؟ احنا الواحد مننا لما الفانلة بتاعته بتقطع بنشغلها في المطبخ فوطه، بنعمل لها اعاده تدوير. الناس دي بتاخد ملايين. فما حدش يطبطب على اللعيبه ولا يلتمس لها العذر ولا يقول اصل النفسيه. نفسيه ايه؟ لما راجل لعيب بياخد 20 30 مليون في السنه، ايه نفسيه ايه يعني مشاكله في الحياه انتهت، مأمن مستقبله، ما بيفكرش في حاجه غير الكوره، ما وراهوش حاجه غير الكوره، اكل عيشه بس الكوره، مركز في التدريب، مركز في الماتشات، بينام كويس، واخد باله من صحته، بيتغذى كويس. ده لعيب كوره محترف. الناس دي بتاخد ملايين. مين في لعيبه النادي الاهلي بيعمل كده دلوقتي؟ اللهم الا وسام ومروان عطيه، يعني هم اللي مستواهم ثابت ومستواهم كويس ومش متذبذب، وبيأدوا في الملعب. يعني هو انا شايفهم بيأدوا في الملعب. لكن الباقي اشباح. انا شايف اشباح بتجري في الملعب. انا شايف اشباح بتجري في الملعب. وبرضه عشان تبقوا فاهمين حاجه برضه، انا لما بجيب مدير فني اجنبي، الراجل ده مدير فني جاي بيدرب اكبر فرقه في مصر وفي افريقيا. انا مش جاي اعلم اللعيبه كوره. انا مش جاي اعلم حسين الشحات يرقص ويعدي واحد على واحد ازاي. انا مش جاي اعلم بيرسي تاو يستلم الكره ازاي ويسلم الكره ازاي. انا مش جاي عشان اعلم ياسر ابراهيم يقف ازاي ويدافع ازاي. انا راجل جاي بحط تكتيك. النهارده هنلعب على كذا، الجمله دي هنتعلم جمله النهارده، هنعمل دي في الماتش، هنعمل دي في الماتش. انا مش جاي اعلمك كوره. انت لعيب دولي ولاعيب محترف. انت بتلعب في الاهلي، اكبر نادي في مصر وفي افريقيا. انا جاي اعلمك انت الكوره؟ لا. الكلام ده في الناشئين. انا مش مدرب ناشئين. انا راجل مدير فني للفريق الاول. هو ده الفرق اللي لازم ناخد بالنا منه. كلنا ناخد بالنا منه. الحاجه التانيه، كابتن محمد الشناوي. حبيبي يا كابتن محمد، عامل ايه؟ الكابتن محمد الششتاوي، بسم الله ما شاء الله، عظم الله اجره ورفع قدره. بيتنك علينا وبيتنك على النادي الاهلي وبيقول ان هو ضحى. لا يا حبيبي، انت ما ضحيتش. مفيش حد بيضحي عشان النادي الاهلي. الاهلي اداك اكتر ما انت بتدي الاهلي. ومفيش حد خيره على الاهلي. الاهلي خيره على كل الناس. الاهلي خيره على كل الناس. لكن انت بصراحة، انت بقالك سنة ونص، سنة ونص بالظبط، مستواك ابيض على الابيض. عامل زي هريدي في فيلم مرجان احمد مرجان. فاكره هريدي؟ انت مستواك كده بالظبط. انت مش مضيع علينا ماتشات، انت مضيع علينا بطولات. مش عايز تقعد احتياطي. ليه ما تقعدش احتياطي؟ ايوه، مين انت عشان ما تقعدش احتياطي؟ ابو تريكة كان بيقعد احتياطي. هتيجي انت ايه في ابو تريكة؟ عماد متعب كان بيقعد احتياطي. وليد صلاح الدين كان احتياطي. سيد عبد الحفيظ كان بيقعد احتياطي. احمد شوبير كان بيقعد احتياطي. نادر السيد كان قاعد احتياطي لعصام الحضري على الدكه. يعني ايه ما تقعدش احتياطي؟ وتقول لي اصل انا ضحيت، انا سبت الاهلي، انا سبت فلوس النصر السعودي او السعوديه عشان خاطر الاهلي. انت بتشتغلنا احنا؟ انت بتشتغلنا؟ لا، انت ما سبتش حاجه عشان خاطر الاهلي. انت بتاخد حقك تالت ومتلت، واخده شهره، واخده نجوميه، واخده فلوس، واخده اعلانات، واخد كل حاجه، واخد وضعك. انت كابتن النادي الاهلي. انت لو تفتكر الصوره او الفيديو او اللقطه اللي جات لك، اللي انت كنت بتبص فيها على الحكم الست في ماتش من الماتشات، الصورة دي لفت العالم وخدت تفاعل وانتشرت انتشار رهيب. ليه؟ عشان انت بتلعب في النادي الاهلي. عشان انت كابتن النادي الاهلي. تعال بص بقى، كتسويق وكقيمة. انت لو رحت السعودية انت هتلعب؟ ده زيزو، اللي هو زيزو، لما جاله عرض من السعودية كان جاي له عرض فريق درجة تانية.
فريق درجة تانية في السعودية. أنت عايز تروح تلعب في الدوري السعودي؟ بمستواك ده هتلعب في الدوري السعودي؟ طيب أنت لو رحت السعودية والمدرب قعدك احتياطي هتقدر تتكلم؟ هتقدر تعمل اللي بتعمله دلوقتي وأنت موجود في النادي الأهلي؟ لا. ليه؟ الأهلي هو اللي وصلك لكده. الأهلي هو اللي وصلك لكده. فأنا بصراحة أنا مش فاهم أنت بتفكر إزاي. يعني مش فاهم أنت بتفكر إزاي. بص للناس التانية، يعني أنت بص للناس التانية. واحد زي كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي، الناس دي دخلت رابطة الأندية وبقت أعضاء مجلس الشعب وأعضاء في مجلس إدارة النادي الأهلي ومترشحين لأي منصب من المناصب في أي وقت. ليه؟ عشان كان بيلعبوا في النادي الأهلي. كابتن وليد سليمان راجل بيدخل مدير كورة، مش هو الناس كلها، كابتن وليد سليمان وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن رضا شحاتة وكل الناس اللي أخلصت ولعبت وتعبت وضحت عشان خاطر النادي الأهلي، بص مكانها فين دلوقتي. هو مش مجرد لما بيبطل كورة وخلاص، لا. الراجل ده بيجي في التلفزيونات، بيدخل مجلس إدارة، بيترشح في مناصب. هي دي ميزة النادي الأهلي. هي دي ميزة إنك تكون لعيب في النادي الأهلي. أنت بعد الاعتزال هتعمل إيه لو مش بتلعب في النادي الأهلي؟ أنت كان حد يعرفك قبل ما تيجي الأهلي وأنت بتتروجيت؟ أنت رحت المنتخب لما جيت النادي الأهلي، اتلمعت وبقيت أحسن جون في مصر وأحسن جون في أفريقيا، وصبرنا عليك سنة ونص لحد ما مستواك عالي، وأدينا صابرين بقالنا موسم أو موسمين على مستواك المتراجع، وبتتنك علينا ومش عاجبك ومش عايز تروح للجمهور تحييه. الجمهور ده هو اللي عملك. الجمهور ده هو اللي عملك. فكر. فكر. الدنيا مش كورة بس ومش فلوس بس. انت بعد ما هتعتزل سنة ولا سنتين، لو الجمهور ده مش بيحبك والناس بتحبك واثبتت ولائك واخلاصك وانتمائك للنادي، هتقعد في البيت. انت هتقعد في البيت. الناس كلها، كل نجوم الاهلي خلصوا وبطلوا كورة، ونجوم في التلفزيونات والفضائيات ومدربين في أندية وأعضاء مجلس إدارة في الأندية وأعضاء في اتحاد الكورة. هي دي ميزة النادي الأهلي. هو ده سيستم النادي الأهلي. فمعلش، أنا مش عايز أشوف تاني موضوع إن أنت مش عايز تقعد احتياطي. أنا ما اقعدش احتياطي لشوبير. ليه ما تقعدش احتياطي؟ أنت مش كبير على إنك تقعد احتياطي. مستواك وحش تقعد احتياطي. وركز وصالح جمهورك. أنت كابتن الفرقة. لم الفرقة وروحوا للجمهور وصالحوا جمهوركم واعتذروا لهم، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. بس كده. ما تنسوش برضه لو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وأشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.